بسم الله. وصفة اليوم عنا تارت باللوز. هي تارت من غير بات بريزي، معناتها جوست جاتو بلاش بات بريزي، اما بنينة على الاخر على الاخر، ومش متعبة حتى تعرف تحضر لك في رمشة عين، وسهلة ماهلة. المكونات متاعها ان شاء الله تكون متوفرة عنا، اللي هما 4 كعبات عظم بحرارة الغرفة، 200 جرام سكر، و100 جرام زبدة ذايبة، 200 جرام لوز مرحي. وهنا عندك الاختيار، تحب تغربله تحب تخليها كيكه متفش شوي، انا خليته متفش بالنسبه للوصفه متاع اليوم. دونك اول حاجه ناخذوا الصحفه متاعنا ما فيهاش حتى نقطه ماء، تكون شايحه، ونفقصوا فيها كعبات العظم. بالنسبه لي انا راهو العظم ديما نفقصوا مع بعضه معناتها وديريكت في الصحفه، على خاطر عمري بالعمر لا جاتني صحفه لا جاتني كعب عظم هكا حارمه معناتها والا فازه. دونك نحطوا السكر متاعنا ونذوبوا السكر متاعنا بالركضان هكاكا مع العظم. محشناش باش نطلعوا العظم دوبا ما نذوبوا السكر، ولازمنا نذوبوه السكر باش يعطي القوم تاعو اكثر، ولازم يكون محلول في بالنسبه للوصفه هذه. دونك نركضوه مليح مليح. تنجم تعملوا في لا اله الا الله محمد رسول الله في الميكسور، اما دو بريفيرونس تركضوا بالركضه هكاكا اليدويه خير. تو نحطوا الزبده متاعنا ونخلطوا الخليط الكل مع بعضه، نحاولوا ندخلوا الزبده في الخليط متاعنا باش يتجانسوا مع بعضهم. عندك الاختيار بالنسبه لهنا تنجم تحط سكر فاني، انا اخترت نحط الزيت متاع القارص. دونك عملت شويه زيت متاع قارص، ما نوصلوش للقشره البيضاء الدخلانيه متاع القارص. دونك لهنا نحط اللوز متاعي اللي رحيته 200 جرام بالضبط. خذيته لوز نورمال معناتها مش بلاش قشره بالقشره، اما ما حمصتوش، رحيته بأكهو. ربك تحمصر خاطر ديجا هو باش يرجع باش يدخل معناتها مره اخرى للفور، دونك باش يجي قوي ونجم حتى يتحرق لك الداخل. دو بريفيرونس ما تحمصوش بالكل بالكل، ورحيه ديريكت. حاول ما تخرجلوش الزيت وانتي ترحي فيه. وفي بالنسبه لليتاب هذيا حاولوا حلوا الكعبات نتاع اللوز، خاطر هو بطبيعته باش يطلع شويه زيت، دونك نحاولوا نتاكدوا انه اللوز الكل تحل باش ما يجيناش متفش من بعد ومكركب في الخبزه متاعنا. خبزه سهله على الاخر، في ساعه في ساعه تحضر. نجم تعملها بالكاكاويه اذا كان اللوز عندك غالي شوي، لهنا راهو رخيص اللوز 100 زوزورو ونص. ما نعرفش في تونس الحق بقديش، ما نذكرش الحق. دونك لهنا خديت المول متاعي تاع التارت هذيكا، نعملها بشويه زيت باش ما تلصقليش الكيك متاعي من بعد كي نجي نخرجه منها. مش عاليه راهي المول، واطيه غير ظاهره في الكاميرا عاليه. دونك نصبوا الخليط متاعنا. ديجا انا حليت الفور متاعي على 160 درجه، 160. اذا كان باش تفوتها شوي باش تشدلك تتحرق لك من اللوطه، تتصهد الخبزه متاعك وما تطيبلكش من الوسط. رد بالك لازمها هذيا تاخذ وقت طويل في الطياب، ودرجة الحرارة تكون ضعيفة، معناتها 150 160 سافا على الاخر. لهنا عندي اللوز هذا مستانس متوفر في الليدل، ما لقيتوش، يبدا هكاك الاشي هذاك اللوز اشي ما لقيتوش، وليت خذيت الكعب ما نعرفش كان شفتوه مع المكونات من الاول، وحاولت نقصه بالسكينة تاع الخبز بالسيف تقص لي هكاك. دونك هذاك الماكس متاعي، هذاك الماكسيموم اللي وصلت له. دونك نحطوهم من الفوق ما يغطسوش اللوزات الداخل اللوطه. دونك ما تخافوش عليهم اللوزات يقعدوا الفوق، خاطر ديجا نقصنا في البوا متاعها شوي كي تكون مقصوصه في الزوز تنقص. دونك نرجع للفور، الفور خليها 150 160 درجه، اذا كان الفور نتاعك قوي خليها 150 باش تطيب لك بالكدا بالكدا. انا مره خليتها 180 ظهر لي 170، في الوسط جاتني من داخل منيه ما حبتش تطيب، وعاود دخلتها تحرقت لي من اللوط وما حبتش تطيب من الوسط. دونك لهنا حاضره التارت متاعنا باش نحطها. حضرت لها ناباج بالنسبه اللي عملته للوصفه هذه، عملت مغرفتين سكر، مغرفتين ماء، وعصر قارص صغيره بالكل، ونزين به الخبيزه متاعي. دونك مده الطياب 45 دقيقه على 160 درجه. دونك لهني ديجا اذن علينا الاذان وانا نزرب، ما قصيتهاش وما كملتش صورتها. جربها في الدار وخلي لي فيدباك. بسلامه.